طازه وناعم وطعمه يجنن. مشاكل ملبن الكحك كتير، اوقات بيبقى طعمه مش حلو واوقات بيبقى ناشف كده ويبوظ الكحكايه. عشان كده جبت لكم النهارده اسهل طريقه لعمل ملبن الكحك في البيت. هنحط كوبايتين ميه عليهم كوبايتين سكر ونقلبهم لحد ما السكر يدوب. بعد كده هنضيف 7 معالق كبار نشا وكيس فانيليا ونقلب لحد ما النشا يختلط كويس بالميه والسكر. وطبعا كل ده على البارد، لسه ما رفعناش حاجه على النار. بعد ما النشا يدوب هنحط الخليط على النار بعد كده ونفضل نقلب فيه لحد ما الخليط يغلي. اول ما الخليط يغلي ويبدا يتقل كده هنوطي عليه النار زي الشمعه، والمرحله دي هي اهم مرحله لان دي مرحله التسويه. هنوطي النار خالص زي الشمعه ونفضل نقلب في الخليط لحد ما يتقل معانا اكتر، بحيث ان احنا لما نيجي نقسمه من النص بالاسباتيولا كده يبقى كل نص في جنبه وما يلمش على بعضه بسرعه. المرحلة دي بتاخد تقريبا نص ساعة تقليب. زي ما انتوا شايفين لما باجي اقسمه الملبن ما بيلمش على بعض. ممكن كمان نعمل اختبار كده، ناخد حبة من الملبن على الاسباتيولا واقسمه من النص كده بالمعلقة. اذا ما لمش على بعضه بالشكل اللي انتوا شفتوه كده يبقى كده الملبن تمام استوى. هضيف معلقتين كبار عسل جلوكوز ونقلبهم لحد ما يختلطوا كويس مع الملبن. وبعد كده هنجيب ربع كوباية مية دافية هندوب فيها معلقتين كبار جيلاتين بودرة ونضيفهم كمان للملبن. وهنا هصفي الجيلاتين علشان لو في حاجة ما دابتش ما تنزلش مع الملبن. هنضيف كمان عصرة ليمونة او رشة ملح ليمون صغيرة، وكده انا ضفت للملبن مية تاني. فهنقلب كمان 10 دقايق على نار هادية لحد ما كل المية اللي معانا تتبخر. ونعمل اختبار تاني للملبن اننا نقسمه من النص بمعلقة، لو الناحيتين ملموش على بعض يبقى كده الملبن استوى خلاص. هنجيب علبة مدهونة مسحة زيت وعليها طبقة نشا كده محترمة ونفضي فيها الملبن اللي احنا عملناه ونسويه في العلبة وندخله التلاجة لتاني يوم. وما ننساش قبل ما ندخله التلاجة نغطيه بطبقة نشا تانية. تاني يوم بعد ما نطلعه من التلاجة هنفضيه ونبدأ ان احنا نقطع الملبن بالحجم اللي احنا عايزينه. ولو لقيناه ماسك شوية من الجناب ممكن نخلصه من العلبة بسكينة كده. ونراعي واحنا بنقطع الملبن ان كل حتة بنقطعها لازم نغطيها برضو كويس بالنشا. لو احنا عاملين الملبن ده للضيافة والاكل هنخلط مع النشا سكر بودرة، انما لو لاستخدام الكحك كده فانا هكتفي نغطيه بالنشا بس. شايفين اللون طالع فاتح والقوام ممتاز ازاي؟ ده شكله بعد ما خلصناه. هنسيبه مكشوف كده في المطبخ لمدة يوم عشان يشد معانا، ولو في اي رطوبة زيادة تطلع. وبعد كده هنحتفظ بيه في علبة محكمة لوقت الاستخدام. انا هنا هجهزه للكحك، فهضيف عليه معلقة زبدة كبيرة وشوية عين جمل مفرومين ونبدأ نعجنهم مع بعض. واول ما يختلطوا مع بعض هندهن ايدينا زبدة بسيط كده ونبدأ ان احنا نكور الملبن على قد حجم الكحكاية. وده شكله بعد ما خلص. قولولي بتحبوا تشتروا الملبن جاهز ولا ممكن تفكروا تعملوه في البيت؟